مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. بصوا بقى، البطايه انا قلت لكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله انزل لكم البطايه بقى من اول غسيلها لحد ما استوت. طبعا غسلتها بالملح والليمون والخل، تمام، وخليتها زي الفل. ونزلنا بقى اقول لكم على الخلطه. الخلطه لوحدها لما دقتها كده بطرف المعلقه، الخلطه طعمها خطير ملوش حل، طعمها جامد جدا. عباره عن بصلايه، فصين توم، معلقه توم باودر، بصل باودر، نص معلقه كمون، نص معلقه كزبره، فلفل اسود، معلقه ملح بس الملح ده انت اللي بتتحكمي فيه، ربع فنجان زيت، وليمونه بتعصريها، وبتقطعي طماطمايه. هنقول تاني: ملح وكمون وفلفل اسود وكزبرة وكركم وبصل باودر وتوم باودر وفصين توم وربع معلقة زيت. انا عايزة اقول لكم الخلطة كانت ريحتها جامدة جدا. مسكت بقى البطاية بتاعتي، انا ما بحبش البس جوانتيات يا جماعة، انا بحب امسك بايديا كده الحاجة عشان احس ان انا فعلا بعمل حاجه تطلع طعمها حلو. احب بايديا كده امسك الحاجه بره وجوه. حطي بقى من الخلطه جوه كتير، كل لما تحطي من الخلطه جوه البطايه وبره وتحت الجناح وفي كل مكان، وتسيبيها من بالليل. انا سبتها يوم كامل. طبعا يعني ممكن تسيبيها ساعتين ثلاثه برضك مفيش مشكله، بس انا بحب عشان الحاجه تطلع طعمها حلو والخلطه كده تشرب منها، احب اسيبها من بالليل في قلب التلاجة. فانا بيني وما بينكم جبت البايركس، حطيت شويه من الخلطه في قلب البايركس، ورحت حاطه البطايه وحطها في التلاجة من بالليل لتاني يوم قبل العصر كده بحاجات بسيطه. بدات اسوي عليها، دخلتها الفرن، تلفيها بالفويل وتدخليها الفرن. هوريكم شكلها دلوقتي، شكلها يفتح النفس وجامد جدا. بصوا الجمال وبصوا الحلاوه، مفيش بعد كده.